السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بقى، يعني هو بصوا انا تقريبا ما بعرفش اصور يعني، او فيديوهاتي مش بتبقى يعني اللي هو ايه، بتصور بطريقة احسن حاجة او كده، مش عارفة بصراحة. ولكن اللي هو ايه، كل مرة بحس ان ممكن يكون افضل شوية يعني، وان شاء الله باذن الله يكون افضل من كده. بس اتمنى تعملي لي لايك واشتراك لان هو ده اللي بيخليني اللي هو يعني احاول اخليها افضل من كده. المهم بقى، انا كنت جايبه كرومبا بقى لي يومين. آه، بصوا يعني، هو انا مبدئيا كده انا يعني انا عامله القناه دي اللي هو ايه، طالعه بكل حاجه على الطبيعي يعني، اللي هو مش بحاول اجمل في حاجه، مش بحاول اطلع اطباق من نيش. يعني عشان اعمل اصور، مش بحاول، لا بطبيعتي خالص يعني. لو احتجت ان انا اطلع حاجه مثلا لو احتجت ان انا اطلع حاجه من النيش مثلا عشان عندي ضيوف كده، زي مع اي حد طبيعي عايش يعني. طبعا مش كل يوم بطلع حاجات من النيش، ومش كل شويه طبعا احسن حاجه وكده، لا بتعامل عادي جدا. في قناتي كمان بتعامل زي ما انا بتعامل في البيت، لان انا اصلا من الناس اللي بتضايق بصراحه من اللي هي الاوفر بتاع القنوات، اللي هو يعني ايه، بتحسوا ان احنا اصلا مش عايشين وده مش الطبيعي طبعا يعني. احنا من يوم ما اتخلقنا واحنا حياتنا عاديه جدا، وحاجة النيش بتبقى لنيش، وحاجة الضيوف للضيوف، وحاجتنا احنا كده فاهمين، وعندنا طبعا اطفال وحاجات زي دي وكده. فانا عايشة طبيعي خالص يعني، حتى قدام الكاميرا طبيعي جدا. عندي اغلى انواع الحاجات والله يعني، عندي انواع حلل من اغلى الانواع، وعندي اطباق من اغلى الاطباق، وعندي كل حاجة. بس مش اللي هو يعني هستخدمها كل يوم، او في حاجات انا برتاحش يعني. انا عندي طقم حلل غالية جدا والله مش برتاح استخدمها. ما برتاحش غير في الستانلس والالومنيوم. وكمان عندي ألمونيوم الحلوة، ورحت جبت كمان ألمونيوم اللي هي زي الشاورما بتاعت أمهاتنا، لأني برضو ما برتاحش إلا فيها. المهم، الوقت أنا صحيت طبعا عشان ما نروحش بعيد برضو كده. أنا جبت الكرومة دي، كنت جايباها بقالي يومين، بس اللي هو إيه، سايباها تدبل يعني، كانت لسه خضرة، فبسيبها تدبل يومين شوية عشان إيه، أسلقها. أنا من الناس اللي ما فيش بيني وبين الكرنب عمار على فكرة يعني، بحب ورق العنب وبحب أحشيه وكده، وسهل كمان على قلبي. في ناس كتير على فكرة ما بتحبش تحشي ورق العنب، بتقول ده صعب، انما انا من الناس اللي ورق العنب ده سهل كده، وعشان انا بحبه يعني فبتعامل معاه بمنتهى الحب بصراحة. انما الكرنب بصراحة مش لذيذ على قلبي كده يعني، بعمله هو بستتقله، مع العلم ان هو احسن وافضل واخف يعني من ورق العنب في يعني انت بتعمليه وكده بيبقى اسهل وكده. فالمهم انا بقى جبت الكرنب، قمت سلقاها. انا ما كنتش هعملها في اليوم ده، ولكن ايه، قلت اسلقها واحطها في التلاجة في الفريزر، واقطع الشبت عشان اما اجي احشي يعني بقى كل حاجه جاهزه. واخد منه يعني، هي الكرنبه كانت كبيره اصلا، هاخد جزء منها واسيب جزء رمضان. انا مش من الناس اللي بتخزن الكرنب وتفرزه وكده، لان اصلا ما برتاحش فيه قد كده بصراحه. اما ببقى محتاجه ممكن اجيب على قد وخلاص. المهم بقى، انا كنت قلت ما فيش معايا حاجه كتير النهارده غير بس حاجات بسيطه يعني. انا كنت عامله لحمه راس على القلب يعني. احنا بنجيب لحمه الراس على القلب، بنجيب لحمة راس ولحمة قلب وكده، وبنقوم عاملينها سلقينها، وبعدين اقطعها ببصل وطماطم وحاجات زي دي، اللي هو ايه، حلويات المذبح لو انتوا عارفينها. انا بحب الحاجات دي جدا، ولكن بصراحة ايه، اما باجي اعملها في البيت ما برتاحش فيها قد كده، فبعملها لجوزي بس. هو ما كانش يعني ما كانش بياكل الحلويات بتاعه المذبح دي، او ما كانش عنده خلفيه كافيه عنها، كان كل حاجه لوحدها. بس انا طبعا عشان في بلدنا كانت بتتباع كتير كنت بحبها بصراحه، فلما عرفت عليها حبها. انما انا بصراحه من الناس اللي بتزهق بسرعه يعني، بحب الاكله جدا، لو كلتها 3 4 مرات بزهق منها خلاص، ما عادش بحبها اصلا. المهم بقى، سلقت الورق. حطيت اللحمه تتسلق، وقلت اسلق الورق جنبها وانا واقفه، لان ما كانش ورايا اي حاجه غير هو بس الاكله البسيطه دي. على فكره احنا بنحب الورق الاخضر اكتر من الابيض كمان يعني، بجيب كرنبه بحب اجيبها تكون وراها كله اخضر. المهم بقى، هنا كنت انا خلاص سلقت الكرنب كله، خلصته ونضفت بقى مكانه كده، وحطيت الحله في الحوض وكده. وهنا لحمه القلب انا كنت مقطعاها حتت صغيره، اقطعها بالمقص يعني. انا عندي القطاع والسكينه وكده، بس انا بحب اقطع بالمقص، بحب بقى احسها بتظبط يعني واسهل. فشويه زيت على النار، وتنزلي فيها لحمه القلب، تقطعي عليها بصلايه وطماطمايه صغيره، بس الطماطمايه تبقى في الاخر خالص يعني بعد ما تستوي، قبل ما تطلعيها يعني، قبل ما تنزليها من على النار كده بحوالي 5 دقايق، تقوم مقطعه طماطمايه جامده صغيره. قطعت فيها بصلايه صغيره، وقرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، اللي عندك فلفل الوان حطي يعني كله، وشويه بهارات توابل كده اللي عندك. انا حطيت فلفل اسمر، وهي بصراحه بتحب كل انواع التوابل يعني. حطيت فلفل اسمر وكمون، وهي بتبقى حلوه بالكمون على فكره، لان احنا بنضيف لها خل وليمون في الاخر. بصوا، انا بعرف اطبخ حلو، بس ما بعرفش ان انا اصور اكل بصراحه. ما باجي اصور اكل بحسه ببقى مش بيطلع معايا احسن حاجه يعني. انا اعمل الاكل بره الكاميرا، او اعمل اي حلويات او حاجه بتطلع ممتازه بصراحه، انا شاطره في الحاجات دي. بس قدام الكاميرا مش عارفه، بحس الحاجه مش بتظبط يعني، ببقى ملخومه بقى، بنسى عشان ببقى عايزه الحاجه تطلع كويسه فما بتظبطش. فاللي هو ايه، بصور لكم يعني الفكره بس مش اكتر يعني.
المهم بقى حطيت الفلفل الالوان وحطيت البصل وحطيت التوابل كلها اللي هو كمون فلفل اسمر كزبره بهارات كده. وبعدين غطيت عليها، تغطي وطي النار كده وتغطي قلبيها وطي النار. وبابريكا، البابريكا على فكره هي اللي بتديها اللون الحلو. عايز تحطي بقى شطه حطي. وبعدين بقى غطيت عليها زي ما قلت لكم، والملح طبعا، وسبتها شويه كده حوالي 10 دقايق او 5 دقايق، طبعا تتابعيها عشان ما تتحرقش منك او كده، وكل شويه تقلبيها. المهم بقى فضلت اقلب فيها وغطيتها زي ما قلت لكم وكده. عايزه اقول لكم ببص يعني انا عندي والله العظيم انواع معالق. انا بص كل ما بطلع الاقي معلقه خشب عجباني اجيبها، تمام. الاقي مثلا حاجه من ادوات المطبخ عجباني، كل ما بطلع لازم اجيب حاجه من حاجات المطبخ. بس برجع برضو بستخدم نفس الحاجه اللي عندي بقالها سنين. يعني المعلقه اللي انا بعمل بيها دي والله العظيم بقى من يوم ما اتجوزت، يعني داخله في 9 سنين. واتكسرت على فكره، يعني هي اتكسرت اصلا ومش مريحاني يعني مش يعني هي اتكسرت ومش بتديني نفس يعني احسن حاجه في الاستخدام. بس برتاح عليها برضو، يعني انا عندي الاحسن منها وعندي، بس مش مرتاحه خالص والله. بجيبهم استخدمهم واقوم حطاهم في الحوض واقوم واخده دي استخدمها، فركنتهم في الادراج. يعني اي حاجه بجيبها جديد اروح ركنها في الدرج واستخدم حاجتي القديمه برضو. حتى السكاكين، يعني انا بجيب سكاكين غاليه، كنت عامله لكم ريفيو عنها تقريبا قبل كده او مش فاكره. انا عامله ريفيو بس مش فاكره والله نزلته ولا لا. لو ما نزلتوش هنزله لكم. انا جايبه السكاكين، جوزي اصلا غاوي السكاكين دي. يعني السكينه ممكن تعدي 700 جنيه. وسكاكين ب 500 جنيه. والله هي كمان ده في العرض في التخفيضات، يعني بنجيبها بيبقى في عروض فبنجيبها على امازون فبنجيبها وكده. وما بستخدمهاش، بستخدم سكينه يعني متكسره بدها شلل بقالها سنين. من يوم ما اتجوزت برضه. فهو انا من الناس اللي بتتعود بسهوله بتعود يعني على الحاجه، وصعب ان انا استغنى عن اي حاجه. يعني حتى لما باجي اغير حاجه عندي في البيت بتبقى بصعوبه شويه، لان انا لما بتعود على حاجه صعب اغير الشكل، يعني فاهمين. ولما بتيجي بجيب حاجه صعب اتعود عليها برضه، بتعود عليها بصعوبه شويه. المهم بقى هنا جبت الكرنب وخلصت الاكل خلاص، حطيته لابو جودي ياكل، احنا طبعا ما كناش هناكل. المهم جبت بقى الكرنب، قلت اقصقصه كده، قصقصته. بتقصي بقى بتلفيه كده على بعضه، وبعدين بتقصي على حسب الحجم اللي انت عايزاه. طبعا كلنا عارفين، بس اكيد في عرايس وبنات لسه متجوزه جديد ما تعرفش الكلام ده. قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه، انت بتلفيه كده كانك لفه صابع محشي طويل. قطعي بقى، شوفي انت عايزه المقاس قد ايه وقطعي. بصوا انا بقطعه يعني ايه، يعني ولا صغير ولا كبير. اما باجي بقى الف المحشي بقوم قطعه، اشوف بقى انا عايزاه قد ايه واقوم قطعه منه شويه عشان الورقه ما تصغرش مني والقاها مثلا اتوربت او كده وتبوظ. تمام. فالمهم بقى قطعت الورق كله وحطيته، يعني حطيته في اكياس وحطيته في الفريزر. حطيت فيه منه جزء في علبه عشان ده اللي انا هستخدمه اول حاجه، هطلعه يبقى سهل معايا يعني في الاستخدام. والكيس حطيت اكياس بقى كيسين كده عشان ايه ابقى اعملهم في ان شاء الله علينا وعليكم بخير يا رب في رمضان. المهم جبت هنا عملت بقى شويه بسكوت. بصوا البسكوت العجوه ده انا بحبه جدا جدا وبعشقه. كنت الاول ما يعني يخلص بعمل غيره، هو والبوتيفور والحاجات دي. انا بحب الحاجات دي جدا وعيالي بيحبوها. ويعني انا الحمد لله بحب اعمل حلويات وشاطره فيها. يعني كنت انا اصلا بشتغل في التورت والحاجات دي خدت فتره، وبعدين بصراحه كنت واخداها هوايه يعني. وبعدين لقيت الضغط عليا، وكانت بنتي صغيره وكده فكبرت مخي بصراحه. فانا هنا قلت اعمل شويه بسكوت عجوه. البسكوت ده تحفه، يعني احلى من اي بسكوت انتوا هتجيبوه. المهم اقول لكم بقى انا عملت ايه. هو بص بتحط ربع كيلو زبده، زبده فرن بقى اي نوع زبده انت عايزاه. انا هنا خلطت، كان عندي حوالي اقل من ربع كيلو ب70 جرام او 80 جرام زبده فرن حطيت عليه. كان عندي زبده انا عاملاها من وش اللبن، كان عندي وش لبن وخليت حماتي عملته لي زبده يعني وكده. فخدت منه وكملت، فادها طعم تحفه جدا على فكره، خلى طعمها زي اللي بتيجي من احسن محلات كمان، لان دي سمنه بلدي يعني يعتبر زبده طبيعيه. المهم بقى حطيت ربع كيلو وحطيت عليه، كنت مجهزه 500 جرام دقيق نص كيلو، وكنت حاطه عليه معلقه ممسوحه بيكنج باودر، وكنت حاطه عليه 3 معالق لبن بودره، كنت حاطه عليه معلقه كبيره هرميه نشا، كنت حاطه رشه ملح، كنت وسايباه كده قلبته كله في بعض وسندته. حطيت بقى في العجان ربع كيلو زبده، اي نوع زبده عندك حط ربع كيلو. وحطيت عليه بيضة، لا بصوا ضربته كويس الاول، وبعد ما ضربته كويس حطيت عليه نص كوبايه سكر بودر. وبعدين ضربته كويس جدا برضو لغايه ما هاش كده وبقى هايش، او يعني بقى اللي هو تضاعف حجمه بقى عامل زي الكريمه كده. وبعدين حطيت عليه ربع كوبايه زيت. بعد ما اتضرب كويس حطيت ربع كوبايه زيت اتضرب برضو معاها كويس جدا وهاش. بعدين حطيت عليه بيضه بدرجه حراره الغرفه، ماشي. ضربتهم برضو كلهم كويس جدا ببعض، وحطيت معلقه صغيره خل،
وحطيت كيسين فانيليا او ربع معلقه فانيليا او ربع او نص معلقه فانيليا سايله، لو عندك سايله او عندك بودر برضو سايب حطي نص معلقه او ربع معلقه، يعني نص معلقه بس يعني نص معلقه بس ما تملهوش قوي. تمام، وتسيبتهم يتضربوا كويس قوي مع بعض. تمام، وبعدين بقى هيديكي اللي هو هتحسي ان القوام بتاعه هاش قوي بقى كريمي كده، فاهمني؟ طيب على فكره هو مش لازم عجان، يعني انا عملته في العجان لان العجان ده عندي انا مستخدمتوش بقالي كتير، فالحاجه على فكره يعني كان عندي المفرمه خدت كنت بركنها ما بستخدمهاش غير فين كل فتره بعيده، يعني بالحاجه اي جهاز عندك كل فتره كده شغليه، حتى لو هتشغليه على اي حاجه او هتشغليه فاضي بس كل فتره شغليه، لان الحاجه دي بتبوظ. تمام، فانا قلت اشغله بدل ما هو عندي. هو لو انت عندك اي مضرب هيشتغل برضو، بالعكس كمان في المضرب بيبقى افضل، لان اللي هو الكميه صغيره، يعني كميه الزبده صغيره، فالمضرب يعني بيعجنها حلو، انما العجان عشان الكميه صغيره قوي عليه وهو كبير طبعا على ربع كيلو زبده، فمحتاجه كل شويه توقفي، كل شويه توقفي وتلمي العجينه وتلمي قصدي الزبده والحاجات دي، وبعدين ترجعي تضربي تاني. المهم انا زي ما قلت لكم سبتهم يهيشوا. لو على فكره لو ما عندكيش مضرب او ما عندكيش برضو عجان اعمليه بايدك او بمضرب يدوي يكون جامد شويه يعني، بس هو هيحتاج يعني معاكي مجهود شويه على ايدك، بس لو انت تقدري اعملي عادي يعني، مفيش حاجه بتوقف حاجه بايدك. افضلي اضربي 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 جامد لغايه ما تسيحي الزبده بايدك. على فكره الزبده لازم تكون ساقعه، يعني مش متجمده، مش متجمده قوي، يعني مش جامده قوي من الفريزر، وفي نفس الوقت برضو مش اللي هو ايه، يعني مش اللي هو سايحه قوي، لا اللي هو بصوا هي ساقعه ماسكه نفسها كده، وفي نفس الوقت مش مجامده يعني، اللي هو لو انت ضغطت ايدك فيها يعني شويه حلوين تلاقي ايدك دخلت فيها. تمام، تفضلي بقى تضربي فيها حلو وبايدك كده، وبالسكر دوبي زي ما كنا بندوب بالبسكوت زمان، يعني احنا امهاتنا زمان كانت بتعمل بسكوت الحاجات دي بايديها وكان بيطلع جميل، وفي ناس لغايه دلوقتي برضو بتعمل بسكوت بايديها لانه بيبقى كميات كبيره طبعا وكده. فالمهم اعملي بايديك عادي اي حاجه هتمشي يعني، هيبقى حلو. انا بعمله بالعجان وبعمله بالمضرب، اوقات برضو مش بيظبط، ممكن ما يظبطش منك في الفرن، ممكن العجينه نفسها اللي ما تظبطش، فسمي الله واعملي وان شاء الله هيطلع حلو باي طريقه. فاهمين؟ بلاش كل حاجه نقعد نتكلف فيها يعني وكده. انا والله كنت عايزه اعمله بالمضرب او باي حاجه تانية، بس انا كنت عايزه اشغل العجان زي ما قلت لكم، مركون عندي بقالي كتير. وزي ما قلت لكم بحب اطلع على طبيعتي عادي، يعني بحب اطلع في الفيديوهات عادي، لان في ناس فعلا والله ما عندهاش المقدره تعمل كل الحاجات دي او تجيب كل الحاجات دي، فبتتعقد، بتحس نفسها ان هي ما فيش من كل اللي احنا بنشوفه، والناس بتحس ان هي ما فيش حاجه وان هي مش عايشه الحياه، فالناس بتتعقد والله، والموضوع بقى اوفر جدا وصعب. فلا خلينا على طبيعتنا، مفيش حد والله اللي انتوا بتشوفوه كله ده عشان التصوير. يعني انا اوقات باجي اصور، اقول بقى اصور في احسن حاجه وطبق غالي وحله مش عارفه ايه وايه وايه، وفي الاخر ابقى ايه، اما اجي احط الحاجه بقى انقل الحاجه او مثلا كده وتصوير وخلاص. بعدين بقول لا حرام، يعني انا نفسي اوقات بشوف حاجه انا عن نفسي بتضايق، اوقات ببقى عايزه اجيب الحاجه دي عشان اصور، اوقات يعني انا عايزه اعمل محتوى او اصور وكده، بحس ان انا ايه، طب اعمل زيهم، طب اجيب كل الحاجات دي، طب انا هلاحق ان انا اجيب كل الحاجات دي عشان اصور، وبعدين اقول ايه، طب لا انا المفروض مش طبيعي اللي انا فيه، لا المفروض ابقى زيهم، المفروض انا اجيب كل الحاجات دي. ارجع اقول لا مش كده، لا طبعا مش كل الناس كده، لا احنا عقدنا نفسنا وعقدنا بعض، والموضوع بصراحة بقى صعب ومش ملاحقين. يعني يا دوب حاجة تطلع موضة وترند نعملها نبص نلاقيها موضتها راحت وتيجي حاجة جديدة، وده مش طبيعي على فكرة، ده شغل هبل والله، وده مش طبيعي في بيوتنا والله. كل الناس عندها حاجات حلوه وحاجات وحشه، انا عندي ضرفه مطبخ مكسوره والله بقى بشوفه من 9 سنين، يعني من يوم ما اتجوزت لغايه النهارده ما صلحتهاش، محتاجه لوح ازاز، ولا انا بفتكرها اصلا ولا انا اصلا باخدها ولا يعني، فاهمين؟ وجوزي حتى مش سائل عنها، فهو مش كل اللي احنا بنشوف، بس اما باجي اصور لكم ما بجيب لكوش الضرفه دي خالص، فهو ده مش الطبيعي. المهم خلينا نرجع برضو الموضوع بتاعنا. انا زي ما قلت لكم العجينه بعد ما عملت خالص حطيت الزبده والسكر والزيت وكله اتضرب في بعضه، وبعدين حطيت البيضه برضو اتضربت معاهم، وحطيت عليه الفانيليا ومعلقه خل صغيره مع البيضه وضربتهم كويس، وبعدين نزلت عليهم بالخليط اللي انا عاملاه اللي هو معلقه نشا، نص كيلو دقيق، 3 معالق لبن بودره، تمام، معلقه ممسوحه بيكنج باودر، رشه ملح صغيره. بعد ما لميتهم ببعض كده كلهم، في لقطه هنا ما جاتش، هي المفروض يتحط لهم معلقتين لبن، معلقتين لبن يعني من التلاجة، حليب او لبن بس من التلاجة. فالمهم بقى ايه، ما كانش انا عندي اللبن، نسيت ان انا ما عنديش، فالمهم رحت عشان اجيب اللبن، كنت انا اصلا موصيه الراجل ان انا هروح اجيب لبن، فقال لي ماشي تعالى هات خد اللبن. فرحت لقيته اتاخر، اللبن اتاخر جدا يعني، انا والمفروض لسه هغليه ويسقع وكلام زي ده. المهم بقى انا ايه، ما عملتش ما حطيتش اللي هو اللبن. جيت بعد كده بقى كان عندي لبن بودره، قمت مدوبه معلقه لبن بودره في شويه ميه ساقعين، وحطيت عليه معلقتين صغيرين او معلقه كبيره، ما تكتريش يعني، بعد ما العجينه يتلم معاكي كده تقومي انت حاطه معلقه لبن ساقعه، او ممكن لو عندك شويه لبن بودره دوبيهم بمعلقه ميه ساقعه او اي حاجه تلم بس معاكي ساقعه، عشان ما تسيحش الزبده وما تسيحش العجينه معاكي، لان انت كل الحاجات دي بتبقى ساقعه.
فاللي هو ايه ما تسيحش معاكي الحاجه عفوا، وتبقى يعني ايه الحاجه ماسكه نفسها. المهم ولميتهم تاني. ما تكتريش لبن عشان العجينه ما تنشفش معاكي. هو المفروض بيبقى عامل زي البيتي فور، المفروض بيبقى عامل زي النواعم كده، بسكوت بيبقى دايب خالص وجواه العجوه. اهم حاجه من كل ده بقى ان انت تكوني مجهزه العجوه من قبل كده. كمان انا كنت طلعت العجوه من الفريزر وحطيتها عشان تفك، رحت لقيت العجوه باظت لان كانت عندي بقالها كتير جدا، وانا ما كانش عندي لبن برضو افكها فما ظبطتش. فرحت جبت من عند حماتي، اللي هي من عند مامتي اللي هي مامة جوزي. رحت جبت من عندها العجوه، كانت هي جايبه عجوه جديد، فخدت من عندها عجوه برضو كانت في التلاجة ولسه هتتفك. فالموضوع بصراحه اما باجي، انا قلت لكم اما باجي اصور حاجه الموضوع بيضيع مني خالص وبيضرب بصراحه يعني. وعايزه اقول لكم كمان انا مش من الناس اللي بقعد اجهز الحاجه، لا. انا عندي كذا يعني انا جت في دماغي الوقت اعمل بسكوت بقوم مطلعه الحاجه وعامله. المهم بقى جبت العجوه، طبعا دي كانت بلح، هو حماتي كانت جايبه يعني البلح وهي اللي عجناه وكده. وكان لسه طالع من الفريزر. فانا ايه، هو المفروض ان انا بص المفروض بجيب العجوه بقوم فردها خالص خالص قدامي، يعني زي الفطيره كده، زي العجينه اللي انا كنت فردتها دلوقتي. واروح مقطعاها بالسكينه شرايح رفيعه شرايح رفيعه، لان انا بحب اعمل البسكوت بيبقى صغير، يعني البسكوت على قد قطمه واحده. اي حاجه بحب اعملها صغيره. المهم بقى زي ما قلت لكم ده بلح وكان لسه طالع من الفريزر ومعجون وكده، فكان بصعوبه ان انا افرده، ومش هينفع طبعا ان انا افرده عجينه اصلا، وكان لسه طالع من الفريزر فالموضوع كان صعب. فانا بقيت اقطع حته صغيره حته صغيره. المفروض كمان ان انت بتقطعيه كله كله قبل ما انت تشتغلي في العجينه، عشان لو انت اشتغلت في العجينه شويه ورحت جبتي حته عجوه شويه ايدك بتتبهدل. عفوا، فايدك بتتبهدل. فبترجعي تحطي في ايدك في العجينه فبتتحرق، بتاخد طبعا البلح بيلطع في العجينه ما بتبقاش نظيفه. بيبطع فيها كده ما بتبقاش نظيفه، وبتدخليها الفرن بتقوم محروقه او بتبقى مش احسن حاجه يعني. المهم بقى ايه، بتشتغلي بكيس، بتفردي كيس تفردي عليه العجينه، وتجيبي العجوه اللي انت كنت مقطعاها او عاملاها اللي هو يعني ايه حتت طويله طويله كده على العرض اللي انت عايزاه، تقومي حطاها من جوه وتقومي عامله بالكيس كده زي ما انا بقول لك كده عشان يفضل نضيف وتعرفي تتعاملي معاه. انا بقوم مسويها كده بص مستطيل طويل قوي ماشي، وتقومي انت مقطعه شرايح. عايزه انت تعمليها رفيعه قوي وطويله وتقطعيها زي اللي هو ايه عارفه انت تقطعيها زي اللي هو بيجي من بره من اللي هو من المحلات وكده، اللي هو بيبقى طويل رفيع قوي فاهمني، بس بتقطعيه صوابع بقى عادي براحتك. بس انا بحب ده اكتر بصراحه، يعني انا بحب لو بيبقى متقطع اللي انا هقطعه دلوقتي احسن. فالمهم بقى انتوا بتجيبوا بعد ما بتعملوا العجينه كده بتقومي جايبه الشوكه وتقومي ممشيها كده بالطول. كمان لازم تغطي العجينه باي كيس او اي حاجه عشان ما تنشفش، عشان وانت جايه تمشي الشوكه او تمشي اي حاجه عندك تعملي بيها الشرايح دي تكون يعني العجينه سلسه معاكي كده. المهم بقى انا كده اول مره دي اول واحده عملتها دي كانت باظت، يعني مش باظت، طلعت كبيره قوي، لا يعني طلعت البسكوته بتاعتها كبيره قوي. هي مش وحشه بس انا يعني ايه حابه كل حاجه تبقى قد بعضها، وحابه اللي هو ايه تبقى شكلها حلو وصغير زي ما انا كنت بعمله. يعني انا عامله فيديو من فتره من حوالي 4 سنين على القناه برضو للبسكوت ده كنت بعمله على طول، وكان بيطلع معايا حلو بصراحه. بصوا اما بقعد فتره ما اعملش الحاجه واجي اعملها بحس ان هي ايه دماغي بتروح كده، مش بعرف اظبط الحاجه، بحس ان انا ايه مش فاكره حاجه ومش فاهمه حاجه. انما لما بعمله مره واثنين وثلاثه يعني في فترات متقاربه بطلعه احسن حاجه بصراحه. انا هنا كنت بقالي اكتر من سنه تقريبا ما عملتوش، يعني العيال كانوا حبوا البيتي فور فبقيت اعمل بيتي فور، بس بقالي فتره ما عملتش البسكوت ده فحاسه انه راح من دماغي. المهم انا كنت هنا زي ما قلت لكم ما قطعتش العجوه، فجيت ايه قلت لا اقطعها واظبطها عشان الموضوع ما يضيعش مني يعني والدنيا تبوظ. لما لقيت الاول مره طلعت مش مظبوطه رجعت نفسي قلت لا مش مشكله، لان الوقت هنا كان متاخر جدا على فكره. انا كان هنا تقريبا الساعه 10:30 او 11 وانا ما كنتش بصراحه خلاص فايقه وبدات افصل، واللبن هو اللي اتاخر، وانا ركنت العجينه دي وقت طويل قوي عما رحت اشوف اللبن، وكل شويه طب نص ساعه نص ساعه. والموضوع بصراحه يعني ايه اللي هو تعكنين، انت عارفين ما بتتقفل وكده من حاجه. بس بصراحه طعمه طلع تحفه، بس كنت متضايقه ان شكله مش طالع احسن حاجه عشان هصوره يعني وكده. وغير كده كمان في الفرن انا اتقفلت بقى، والفرن وانا اصلا مش فاضيه له، وكنت بصراحه فاصله يعني. فالمهم اللي هو ايه يعني حسيته برضو لونه ما بقاش كله موحد. انا بقعد اطلع الصاج واحطه والفه واشغل فوق بالراحه وافضل الف في الصاج واجيبه هنا واوديه هنا فاهمينه واهتمام رهيب بقى. انما المره دي بصراحه ما كنتش قادره، انا حطيته خد لون من تحت قمت شغاله فوق خد لون وخلاص. هو عامه بيبقى على درجه نار متوسطه ماشي، وبتحطي على الرف اللي في النص مجرد ما بياخد لون من تحت عشان العجوه بتنشف. لو هو خد لون زياده معاكي العجوه هتنشف. هو بس يا دوب ياخد لون من تحت وتقوم انت قافله ومشغله الشوايه من فوق بسيط خالص على اوطى حاجه، يعني اللي هو تبقى يا دوب مولعه بس.
وتفضلي كل شويه تشيلي الصاج وتوديه الناحيه التانية، لان الشوايه ما بتوزعش اللون، يعني ما بتوزعش النار على كل بسكوت مره واحده. فانت كل شويه تشيلي الصاج هنا تحطيه هنا وتلفيه من هنا وتلفي كده، اللي فوق تحت اليمين شمال واللي جوه بره وكده، تفضلي تلفي. فالمهم بقى ايه، عشان يديكي درجة يعني اللون من فوق متساوية. بصراحة انا ما عملتش كده، هو لونه طلع حلو وطعمه حلو بس هو طبعا مش احسن حاجة يعني، عشان نبقى واضحين. المهم بقى ايه، كمان حاولي تخليه ياخد اللون الذهبي، يعني حاولي تخليه ياخد اللون الذهبي الواضح، مش الذهبي البسيط اللي هو الذهبي فاتح ده، لا خليه ياخد الذهبي الواضح اللي هو تحس انه ذهبي غامق شويه، مش محروق طبعا، بس الذهبي اللي هو باين ده، عشان لما تيجي تطلعيه هو لونه لسه بيفتح اكتر من كده، وعشان كمان ما تطلعوش تلاقيه مرطب معاكي من جوه، او اللي هو لسه من جوه يعني ايه تحسيه لسه عامل لسه مستواش قوي او كده، لا خليه ياخد اللون الذهبي. ولونه لو يعني ذهبي غامق شويه هو هيفتح معاكي، يعني انت الدرجه اللي بتطلعيها من الفرن مش هي دي اللي هتفضل، لا هو كل ما تسيبيه كده يهدى هتلاقي بدأ يفتح معاكي، هيوصلك للدرجه الحلوه اللي انت عايزاها. المهم انا كده كنت خلاص في الاخر قربت اخلص، وحطيته في الفرن وهوريلكم دلوقتي. وكده خلاص تقريبا وصلنا لاخر الفيديو يعني. بصوا، انا من الناس المدمنه سكريات، يعني بصوا انا يومي من غير في حاجات بسكوت الصبح او فطار والحاجات بتاعه البسكوت. بصوا انا بفطر بسكوت وشاي او بسكوت ونسكافيه. فزي ما انتوا بتشوفوا كده يومي ما بيبدأش، يعني انا من غير حلويات والبسكوتات دي ما اقدرش اعيش. هو ده يومي، يعني ممكن ما اتغداش، يعني لو في حاجه على مزاجي كده زي البسكوت ده مثلا والشاي ممكن ما اتغداش عادي. يعني انا كل هدفي اكل عشان اشرب شاي، اتعشى عشان اشرب شاي، فاهميني؟ وبحب بقى ان احنا نعمل لما بكون عامله حاجه زي دي، بحب بقى اعمل لما انا وجوزي او اي حد يجي لي اقوم مطلعين البسكوت وعاملين حفله شاي بقى، احنا من الناس اللي بتعشق الشاي والبسكوتات والحاجات دي. المهم بقى هنا كنت خلصت رصتهم، فهم جابوا معايا صاجين، هو نص كيلو دي عمل معايا صاجين، وعمل معايا العلبه اللي انتوا هتشوفوها في الاخر دي. لو انت عملتي اصغر من كده طبعا هيطلع معاكي حبه حلوين يعني. المهم كده انا كنت خلصت زي ما قلت لكم. اتمنى بقى تدعموني في قناتي وتعملوا لي اشتراك ولايك. بصوا وتسيبوا لي كلمه حلوه، والله مش عايزه اقول لكم لو انتوا عملتوا لي كومنت واحد بس حلو ده بيعمل ايه، انا ممكن اقعد يومين اللي هو مكتئبه قناتي محدش هيشوفها، لا مش عارفه انا، طب خلاص انا اعمل زي ما القنوات كلها بتعمل واصور بقى حاجات حلوه واجيب حاجات واصورها واجيب، انا هصرف وهجيب وكده، وانتوا هتعملوا لايك واشتراك وكل حاجه، ومن اللي هصرفه برضو على الحاجات دي ما انا هلاقيه بعدين، يعني هو احنا هنعتبره شغل، وهنعتبر ان انا بصرف على مشروع وكده، وهجيب بقى حاجات واصورها، وحاجات انا مش هخسرها، هي حاجات في بيتي. اجيب مثلا حاجه حلوه، حاجه مثلا ديكور اصورها، اجيب حاجه في المطبخ اصورها، اجيب حاجات مش عارفه ايه اصورها، انتوا هتبسطوا وهتعملوا لي لايك وكده. بس في ناس والله العظيم بتتعب من الحاجات دي، وانا يعني مش بحب بصراحه ان يعني فاهميني، يعني في ناس بتبقى نفسها تعمل كده ومش قادره، وفي ناس بتبقى نفسها تتفرج على قناه ما يكونش فيها التكاليف الزياده دي. فانا حابه ابقى كده والله، حابه ابقى عادي على طبيعتي، يعني انا اجدد معاكم بس طبيعتي، مش اللي هو عشان ان انا يعني القناه وان انا بجيب، لا اجدد عادي زي ما اي حد بيجدد، بس باللي هو الطبيعي يعني. يعني انا جبت حاجه وانا محتاجه اجيب ستاير، وبروح يعني شويه كده وهروح اجيبها مثلا فتره، يعني شويه من الوقت وهجيبها. محتاجه مثلا ان انا اجيب سجاد هجيبه بس مش مع الستاير. محتاجه مثلا اجيب ديكور، محتاجه اجيب، فاهميني؟ يعني في حاجات كتير محتاجه اجيبها، بس مش اللي هو هجيبها ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فاهمين؟ مفيش حد كده طبعا، فانا بصور لكم عادي على طبيعتي، وعايشه معاكم على طبيعتي عادي برضو، لان زي ما قلت لكم مش كل الناس في مقدرتها تجيب كل الحاجات دي، وفي ناس بتبقى نفسها وشايفه كل الناس بتجيب. انا واحده من الناس بقيت حاسه ان ده طبيعي، وان انا اللي مش طبيعيه، والله العظيم بقيت حاسه ان كل البيوت كده، وان احنا اللي مش طبيعيين، فاهميني؟ يعني وان اصلا الناس ظروفها مش حاليا مش احسن حاجه عشان الناس تجيب كل ده. فاتمنى لو انت يعني مقتنعه برايي يعني تعملي لي لايك، تسيبي لي وتشتركي في قناتي وتقولي رايك، لان انا والله يعني ايه بحبط، انا اصلا القناه دي عاملاها بقالي يجي اكتر من 5 6 سنين، وكنت شغاله فيها حلو، ولما لقيت برضو زي ما قلت لكم الناس بتصور بقى بحاجات وكده، وان انا لا محدش هيشوفني اصلا ما بجيبش حاجات، اصلا شقتي لا مش زي اللي طالعه ترند دلوقتي وكلام زي ده، اصلا هي الدنيا يعني احنا موضه. انا عملت جبس والله ما كملتش لسه السنتين، خلصته يا دوب وفرشت لقيت انه طلع موضه انتهت وجه موضه تانية. فيعني الموضوع بصراحه ما بقاش احسن حاجه، بس لا انا مقتنعه باللي عندي، يعني هو بصوا ما فيش حاجه اسمها موضه، احنا بس الناس بتشغل بعضها. اعملوا الحاجه اللي انتم مقتنعين بيها عشان حتى ما تزهقوش منها بعد كده وتتضايقوا منها. المهم بقى فاحنا يعني اللي هو انا عايزه زي ما قلت لكم على طبيعتي. وبصوا انا لما بعمل يعني فيديوهات عن الحاجات الاجهزه الكهربائيه، انا بعمل عشان افيدكم، وانا بحب برضو كده، بس انا ما اقدرش اعمل فيديو عن ريفيو يعني عن جهاز كهربي كل يوم،
ما اقدرش اعمل ده، لان انا بحب اعمل، يعني لو عايزين نعمل كل ساعه انا هعمل، بس حاجات انا ما اعرفهاش وهقول اي كلام. انا بصراحه ما بحبش اقول اي كلام، بحب انصحكم بما يرضي الله، عشان برضو حرام انك تحطي في مبلغ وانت واثقه فيا وبتاخدي رايي، وتروحي تحطي مبلغ كبير وفي الاخر تلاقي الحاجه مش عاجباكي، مش هتقدري ولا تبيعيها، ولا هتقدري تستغني عنها، ولا هتقدري تجيبي غيرها. فانا بتعامل معاكم زي ما بتعامل مع نفسي، انا لما بجيب الحاجه بصدق ان انا خلصت منها. الحاجه لو طلع فيها عيب انا بتقفل، ولا بقدر اغيرها ولا بقدر اجيب غيرها. يعني احنا بنبقى عايزين نجيب الحاجه ونخلص منها، وعايزين نبقى مبسوطين بقى وان احنا رايحين نجيب الحاجه وبنتبسط ان احنا جبناها. مش عايزه واحده تجيب الحاجه وبعدين تتضايق. وعايزه كمان اللي تسمع فيديو مني وتاخدوا رايي ثقه وتلاقي رايي فعلا صح، ترجع تاني وتشوف القناه وتشوف الفيديوهات وكده. بس انا ما اقدرش اقول زي ما قلت لكم اعمل فيديو عن يعني جهاز كل يوم. انا مثلا لو عندي جهاز ومجرباه ممكن اطلع اقول لكم حلو وجميل وهاتوه، لا مش كده، انا ببحث كمان عن حاجات تانية. هل في حاجة احسن من اللي انا جبته؟ ما جايز انا جبته وفي حاجة تانية طلعت احسن، او جايز وقتها كان في حاجة احسن وانا ما اعرفش. فبقعد ابحث على حاجات تانية عشان اقول لكم، يعني اقول لكم اللي عندي واللي عند غيري واللي مش عندي وكل حاجة، والوحش والحلو وكل حاجة. فاهمني؟ فعشان كده ما بقدرش اعمل كل يوم، فانا اصلا بحب اعمل روتينات، فبقول روتينات. وفي نص الموضوع برضو اي جهاز هعرفه لك، عندك اي سؤال عن اي حاجة هعرفها لك، مساحة، شرشوبة، موب، كوبايات، طقم حلل، اي حاجة وانت بتسمعيني كده تستفادي بيها. فهي دي قناتي وكده، واتمنى والله انك تشتركي فيها، اتمنى تسيبيلي لايك. يعني ممكن تكون هي مش احسن حاجة او مش عارفة اصور، بس انا برضو ما برجع ادور في فيديوهات ناس انا متابعاها بلاقيهم والله طالعين من الصفر وما شاء الله، يعني قناتهم كبرت وكده. فبقول لا، اكيد مش بسبب يعني ان انا ايه، مش بصور احسن حاجة وكده، لا، كل واحد له محتواه وكل واحد له طريقته. فهو ده محتوايا، وانا طالعه معاكم على طبيعتي جدا، وبحاجتي العاديه جدا، بالاستخدام العادي جدا، كاني يعني عادي، كان مفيش حد اصلا واقف ولا كده، مش من غير تكاليف ومن غير اي حاجه زياده. فاتمنى والله انك تعملي لي لايك وتسيبي لي اي كومنت وتعملي لي اشتراك وقولي لي رايك في القناه، لو في حاجه مش عاجباكي قولي لي انا اغيرها. مش عارفه اقول لكم والله نفس القناه دي تكبر قد ايه. طبعا بقول لكم لو انت في حاجه حاسه ان انا محتاجه اغيرها قولي لي وانا اغيرها، لان انتوا اللي هتتفرجوا وانتوا اللي المفروض تعجبكم القناه طبعا، يعني طبعا يعني فاهميني. فالمهم انا حطيتها في الفرن، الحاجه حطيتها في الفرن وغسلت الرخامه بصوا اما بغسل الرخامه بغسلها بالسفنجه دي او الاسبونشه بتاعه الغسيل، واحط عليها صابون واغسلها، وبعدين امسحها كويس، وبعدين اجيب منديل احط عليه نقطه زيت واقوم مسحه الرخامه. ده هيخلي معاكي الرخامه بتلمع وتفضل جديده طول العمر. الرخامه دي انا على فكره مجدداها، كانت عندي رخامه تانية، وكانت عندي الرخامه التانية دي بتاعه المطبخ، يعني كانت هي اصلا جت مكسوره، ما كانتش جايه احسن حاجه بصراحه، يعني مع ان انا والله يعني طالبه من النجار احسن حاجه وكده، بس طبعا موضوع الصنايعيه ده بيبقى فيه غش كبير وفي ناس كتير مش بتتقي ربنا، فجات لي الرخامه مش حلوه، وكمان جايه مواصلات من يعني من الصعيد للمنصوره، فاتكسرت فما كانتش حلوه، فضلت معايا وقت طويل، لما جيت اصور ما حبيتش اصور بيها بصراحه، بقيت كمان ان انا احط اللي هو الستيكر وكده فما كانتش ظابطه. فالمهم جوزي الله يبارك له يعني غيرها لي وكده، فهي ايه، يعني بهتم بيها شويه. عندي التانية بتاعت الحوض طبعا مش بقدر ادهنها بزيت ولا الكلام ده، لان هي عليها ميه على طول، فاهمين؟ فطبعا رخامه المطبخ اللي عندك على طول مسحيها، وبعد ما تمسحيها اغسليها او كده ومسحي الميه نشفي كويس، وبعدين بمنديل عليه نقطه زيت، اي نوع زيت عندك، وقومي مسحه الرخامه، هتفضل معاكي طريه وهتفضل معاكي ناعمه وهتفضل معاكي بتلمع وجديده طول العمر، مش هتنقر ولا هتنشف ولا هتبقى خشنه ولا اي حاجه، لان الرخام ده له مسام والمسام بتاعته بتبقى بتشرب، فاهمني؟ المهم انا كده خلصت، وكنت طلعت البسكوت ورصيته في العلبه. طبعا زي ما قلت لكم هو ما طلعش احسن حاجه، بس هو والله طعمه كان فعلا جميل يعني. لما دقت طعمه تغاضيت عن شكله، طبعا شكله كان مهم عشان بصور لكم وكده، بس انتوا هتعملوه احسن وافضل ان شاء الله، وطبعا كل الناس بتغلط، مش دايما الحاجه بتطلع افضل حاجه واحسن